لو قلبك ضعيف اوعى تكمل الفيديو ده. القصة اللي هتسمعها دلوقتي مش فيلم ومش خيال، دي قصة حقيقية حصلت بجد في بيت عادي جدا في انجلترا. بيت اتحول في يوم وليلة لكابوس لحد ما اتسمى بمنزل انفيلد المسكون. سنة 1977 أم مطلقة عايشة مع أولادها الأربعة في بيت بسيط، وفي ليلة هادية وهي قاعدة فجأة سمعت خبط غريب جاي من الحيطان. في الأول قالت يمكن المواسير يمكن الجيران، لكن الخبط بقى يزيد وفضل مستمر، زي ما يكون في حد محبوس جوه الحيط وعايز يخرج. العيال بدأوا يحكوا إن السراير بتتهز بالليل، الكراسي بتتزحلق لوحدها، والأبواب بتترزع من غير ما حد يقرب منها. الأم مرعوبة معرفتش تعمل ايه، ندهت على الشرطة، لكن الكارثة ان الضباط نفسهم شافوا الكرسي وهو بيتحرك لوحده قدام عينيهم. انتوا متخيلين؟ واحد فيهم كتب في تقرير رسمي ان في حاجة مش طبيعية بتحصل في البيت ده. حتى البنت الصغيرة اسمها جانيت كانت عمرها 11 سنة، فجأة وهي قاعدة بدأت تتكلم بصوت مش صوتها، صوت راجل كبير وصوت تخين وغليظ بيقول أنا هنا، البيت ده بتاعي. تخيلوا بنت صغيرة يطلع من بقها صوت كده. لو لسه مكمل معايا لحد دلوقتي يبقى انت من الناس اللي قلبها جامد. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان دايما يوصلك قصص حقيقية مرعبة زي دي. بس خد بالك المرة الجاية ممكن القصة تبقى أخطر، وممكن يكون دورك انت اللي تسمع الخبط جوه الحيط. الصحافة والإعلام جم يصوروا واتصدموا من المنظر. صوروا البنت وهي جسمها بيترفع من السرير في الهواء قدام كل الناس. الصوت اللي كان بيخرج من جانيت قال اسمه، قال إنه راجل ميت في البيت وموجود في البيت ده من سنين، وروحه لسه موجودة لحد دلوقتي. تخيلوا ان الصحفيين نفسهم خرجوا مرعوبين، والبوليس اعترف ان البيت ده مسكون. الام والعيال عاشوا شهور كاملة في رعب لحد ما بقى البيت اسمه منزل انفيلد المسكون. عايزة اقول لكم ان القصة دي اتوثقت بصور وفيديوهات وشهود عيان، واتعمل عنها افلام كتيرة اشهرها ذا كونجرينج، ولحد النهاردة في ناس بتقول انهم بيسمعوا اصوات في البيت بالليل وبيشوفوا حاجات غريبة جدا حوالين الشبابيك. السؤال هنا، انت لو كنت مكانهم هتستحمل ولا هتهرب؟ قولي في الكومنتات. ايه، كملت النهاية؟ واضح انك مش بتخاف، يبقى لازم تشترك في القناة حالا وتفعل الجرس عشان يوصلك كل القصص المرعبة اللي ممكن من كتر رعبها ما تتخيلش انها حقيقة. ولو قلبك ضعيف ما تقولش اني ما حذرتكش.